السلام عليكم ورحمة الله. تحية طيبة، وياكم جعفر العراقي. شرح لهذا اليوم عن برنامج كاسبر سكاي باسورد مانجر. هذا البرنامج راح يمكنني من خزن الباسوردات على الحاسبة. أيضا أقدر أستخدم البرنامج على الأجهزة الذكية مثل أجهزة الأندرويد والآيفون. من أقسام البرنامج أن يحتوي على قسم الفيفوريت حتى أوصل للباسوردات اللي أستخدمها بشكل سريع. أيضا قسم الويب سايت، هذا القسم راح يمكنني من خزن معلومات الويب سايتات اللي أنا عندي، أو أيضا على المواقع اللي مسجل بيها. قسم الابلكيشن، هذا القسم راح يمكنني من خزن باسوردات المواقع اللي استخدمها بشكل عام مثل مواقع السوشيال ميديا مثل فيسبوك والتويتر وغيرها. بهذا القسم راح يمكنني من خزن معلومات بيانات أشخاص أو أرقام إلهم. وأيضا قسم النوت، هذا القسم راح يمكنني من خزن مدونات إلي. أيضا تقدر تحمل البرنامج من الرابط اللي راح أخليه أسفل وصف الفيديو أو من الموقع الرسمي للبرنامج. من مساوئ البرنامج أن البرنامج راح يكون مجاني وتقدر تشتريه من شركة كاسبر سكاي بسعر $15. ومن مساوئ البرنامج أنه البرنامج ما يحتوي على اللغة عربية. لهنا انتهى شرحي لهذا اليوم. إذا كان عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تراسلني. تحياتي لكم، جعفر العراقي.